قلبيه وفضيه كده على العاشوره بتاعتك يا حبايبي، هتديكي احلى قوام للعاشوره بتاعتك، قوام كريمي، ولا هتحطي قشطه ولا كريمه ولا اي حاجه. عايزه اقول بقى لحبايبي اللي بيتفرجوا معايا بقى كده وبينوروني، ان استفدتي بقى بتطلعي بمعلومه حلوه معايا من الفيديو، ما تبخليش عليا بلايك، ما تبخليش عليا بالاشتراك، بتاخدي احلى معلومات، انا بطلع اوردرات وبتاخدي احلى معلومات مني. ما تبخليش عليا بالاشتراك واللايك، يعني ما اجيش الاقي نسبة مشاهدة 90 وما الاقيش غير 7 أو 8 لايك. بتاخدي معلومة وبتاخدي فكرة بتاخدي أكلة جديدة وبتاخدي حاجة حلوة بتعمليها برضو فكرة جديدة. فما تبخلوش عليا يا حبايبي. انا هنا بقى هفضيها بقى في الطاجن اللي يعجبك، فضيها في بايركس، في اللي انت عايزاه. انا كده فضيتها في الطبق اللي عندي، ممكن تفضيها في كاسات برضو تبقى شكلها شيك وحلو. وهقول لك بقى على طاجن زي العسل هتعمليه في منتهى الحلاوه وطعمه تحفه. انا كده فضيت الطبق بتاعتي خلاص. تعالي بقى معايا كده اقول لك بقى تعملي طاجن حلو كده. يعني هتسيبي بقى ايه، هتسيبي بتاع طبقين كده في الحله، وتيجي جايبه معلقتين جوز الهند، معلقتين سوداني، ومعلقتين زبيب، وهتقلبيه هتضربيهم في بعض. الطاجن ده بقى لو عندك كريمه ممكن بقى تحطي ايه، معلقه كريمه بس فين، على الوش، على وش الطاجن اهو. وافضيهم بقى معايا في البرام بتاعي. الطاجن ده عايزه اقول لكم اتاكل قبل الطباق والله العظيم. ولا وش بقى، عايزه اقول لك ولا في وش بقى بيعمل الطبقه دي ولا اي حاجه. المعلقه دي بقى مكون السحري ده بقى بيخلي الكريمه، بيخلي معاكي العاشوره كريمي وزي العسل. وتزينيها بقى بالطريقه اللي انت عايزاها. وعايزه اقول لك برضو برشه قرفه تودي العاشوره بتاعتك في حته تانية. تحفه يا بنات، جربوه، او يا ستات جربوه وان شاء الله هيعجبكم قوي. وصفاتي كلها ان شاء الله باذن الله تنالوا رضاكم. ما تنسوش اللايك وما تنسوش الاشتراك.